بسم الله. يلا الحمد لله. حلو حلو. هيا بنا على مطبخنا ونطبخ مع بعضينا. خطتك ايه يا بنت يا لولو النهارده؟ حلة المحشي بتاعت اول يوم رمضان انا هعملها بالفراخ. عايزه انت تعمليها باللحمه يبقى انت بنت زي العسل، واعمليها باللحمه، وحته اللحمه مفيده كده وحلوه، بس انا هعملها بالفراخ النهارده. انا جبت فراخ مفازه وبرضو غسلتها، ما هي حته رخامه مني بقى، هي النظافه هبلاني كده، جايبه لي هبل في دماغي. المهم غسلتها وصفتها حلوه قوي. وبعدين انا جايبه وراك وصدور عشان عندي فريق بياكل وراك وعندي فريق بياكل صدور. من تحت الجلد كده جبت بصلايه وطماطمايه فرمتهم في المفرمه وملح وفلفل اسود، ولا اكتر ولا اقل. انا مش عايزه اغير الطعم يا ولا بتاعه الفراخ. تمام. وبعدين حطيتها تحت الجلد كده زي ما انتوا شايفين، ودي اول حاجه انا بدات بيها علشان تبدا تتبل كده او تتملح يعني. حلو قوي. طيب حلو لغاية هنا كده. انا هحطها تحت الفراخ، انت عايزة تسيبيها بحالها كنبه، مش عايزة قطعيها زي ما انا مقطعاها كده. عايزة تحطي لحمة امشي بنفس الخطوات ونفس التكنيك بالظبط. هتجيبي الطاسة تحطي فيها نص معلقة سمنة، ولا اكتر ولا اقل. عايزة تحطي زيت حسب المتوفر عندك. وبصراحة بيني وبينكو المحشي مش حابب سمنة، لان احنا في الشتاء والجو تلج والحاجة بتجمد، فخليكي في الزيت اطمن. بس هي السمنه افيد. انت كده حيرتينا يا بنت هلول، انت جبت لنا هبل في دماغنا. بس انا لازم اقول لكم ايه الصح وايه الغلط. تمام. المهم بقى ايه، عملت الدور التاني في نفس الطاسه برضو، بس لو في حاجه كبيره ولا حاجه محروقه شيليها. واللحمه نفس برضو الطريقه، لو عايز تعمليها باللحمه بس تبقى شرايح رفيعه واي قطعيه لحمه. طيب انا سلقت معاكم الكرنب اهو، علشان البنات اللي بتقعد تكتب لي يا لولو يا طنط لولو اعملي معانا الكرنب علشان صعب بالنسبه لنا. انت هتجيبي كرنبايه كده يا عسل، هتقطعيها تك تك بالسكينه زي ما انت شفتي، شمال ويمين وفوق وتحت زي ما انت شفتي على العروق كده. طيب لو الكرنبايه بتاعتك كبيره اعملي زي ما انا بعمل. لو مش كبيره وصغيره هتشيلي الراس وتحطيها في الحله وتسلكي كل ورقه كده. انما انا طبعا شوفوا انا بجيب كميه حلل قد ايه، وبرده ما عنديش حله كبيره تاخد كرنبايه بحالها. والله حاجه تجنن. بص يا ست الكل، احنا بنيجي نسلق الكرنب بنخلي البيت ريحته وحشه. ليه؟ بص الغلطه بقى اللي انت بتعمليها، انت بتحطي في ميه السليق ملح وكمون. يا لهوي بتخلي ريحه في البيت رهيبه. انا بقى حطيت ايه، انا ذكيه قوي على فكره، حطيت معلقه سكر. منها هتسكر الكرنبايه، وكل اللي يدوق المحشي بتاعك يا لهوي عليكي، ده انت المحشي بتاعك مسكر وزي العسل. حلو كده. طيب حلو، خايفه تجربي التجربه دي؟ اعمليها في ورقتين بس يا ستي، ايه رايك؟ سهلت عليك اهو. شلت الحته الرخمه اللي بتبقى الاولانيه دي على الاربع صوابع، انا بقيس بيها وبقطع زيها. لو صوابع كبيره اعملي 3 صوابع بس، احنا عايزين صابع المحشي بتاعنا يبقى صغير ومحندق كده زيك. تمام. طيب انا بقطع بقى الورقه ايه والفها كده رول علشان يبقى سهل عليا والحاجه منظمه جنبي، ويبقى المحشي مفيش اسهل منه. وبقطع كده على قد الاربع صوابع. نعمل الصلصه مع بعض. شويه زيت، كتري الزيت بتاعك عشان الايدام بتاعك يبقى حلو كده ومورور كده ولونه يشهي. انا بقطع شويه فلفل على ايدي مش على الكب عشان الريحه بتاعته بتختلف. حمريه في الزيت، اول ما تشم ريحه الفلفل طلعت وعطستي انزلي بالبصل على طول. بيني وبينكم البصل عملته في الكبه، لان انا بتعب جدا من تقطيع البصل عشان انا كتافي ميته. ولله الحمد وادعولي يعني ان كتافي تشتغل تاني وتصحى تاني. دبلتهم مع بعض، انا مش بحمرهم جامد، تتبيله بس كده، احنا مش ناقصين حموضه. تمام. نزلت بكيسين صلصه، ودي صلصه رمضان ان احنا صلصلناها زي اي واحده بتخلص خزين رمضان. كان بها حطيت البهارات ملح فلفل سنه من الكمون، احنا ما بنعملش سمك. تمام. دي شوربه بقى افتكرتها لما محمد كان بيجيلي ايام الخطوبه وكنت بعمله المحمر والمشمر. من يومها الراجل ده وانا بعمله المحمر والمشمر وانا في بيت ابوي. المهم بعمل لسان عصفور او شعريه بنفس التكنيك كده، سمنه حمري الشعريه بتاعتك، ودي المعلقه بقى اللي هتوديها في حته تانية. كان بيجي يتهبل منها، يسيب الاكل ويقعد يشرب في الشرب. ابشريها مش تفرميها في الكب، ابشريها بصليه صغيره وطماطميه صغيره وتعكيها بايدك ملح وفلفل اسود، وتنزلي عليها تقلبيها كده، وبعدين تنزلي بالمرقه اللي هي الشوربه يعني. تمام. انا عملت شعريه عشان تبقى خفيفه مع المحشي عشان المحشي يتاكل حلو كده. طيب انا هسيبها غلوتين بالظبط ومش هغطي عليها. اوكي.
طيب دي الصلصه بتاعتي خلصت. انا بوريكم ان انا شلت ايه طبق. دايما اعمل كده اعينه في الفريزر عشان لو عايزه اعمل دقيق ورق عنب حاجه تبقى موجوده. الخضره بتاعتي شبت، بقدونس، كزبره. عايزه اقول لكم حاجه، انا عملتها في الكبه الكبيره، اديتها ايه ضربتين كده، والله طلعت حلوه يا بنات وريحتها زي العسل. انا قلت الكبه هتشيل الريحه بتاعتها، انما طلعت زي العسل. انا برميها في الصلصه اخر ثانيتين، ادبلها بس واروح قافله النار زي ما انتوا شايفين كده. حلو كده لغايه هنا، حلو قوي. الرز بقى غسلته وصفيته اكني اصلا ما غسلتوش، لازم ما يبقاش فيه ندعه ميه. طبعا انا ايه بحب المحشي يبقى لونه احمر، ممكن ده بس عشان الاضاءه بتاعت الكاميرا. معلش صدري تعبني قوي. المهم قعدت اقول للعيال ايه المحشي كده احمر، يقولوا لي والله يا ماما احمر. رحت رخامه حطيت معلقه كمان من الصلصه. حلو كده. اوعي تغسلي الحله بتاعت الصلصه اللي احنا عملنا فيها، ودايما لما تيجي تخدعي او تعملي الصلصه تعمليها في الحله اللي انت هتحشي فيها عشان يبقى المحشي لونه احمر وحلو. انا عملت الطبقه اللي تحت دي فلفل، طماطم، بصل. طبعا الفلفل ده شطيطه كده وايه هيشطشط المحشي. يا خرابي عليا وعلى معدتك يا لولو الميته، اكل صابع من هنا ولا صابعين واقعد اعيط طول الليل واعيط والله العظيم. ومحمد جوزي انت اللي بتعملي في نفسك كده، واعيط اعيط اعيط من الوجع يعني. بس الحمد لله انا راضيه، يعني راضيه بقضاء الله. المهم انا بحشي معاكم كده عشان البنات اللي بتقولي انت المحشي بتاعك صغير ازاي وبيبقى حلو كده. زي ما وريتكم تقطيعه الكرنب، بروح حاطه كميه رز قليل. واهم حاجه انا بحب اعمل على ايدي، ما بحبش اعمل على الطبق يا ولاد. وانتي بتلفي اضغطي، وانتي بتلفي اضغطي. انا طول ما انا بعمل عماله اقول لعيالي ايه تلفوا وتضغطوا. طبعا هدى حشت معايا، الله يبارك لها يا رب ويصلح حالها وينجحها. ادعوا لها يا وليه في ثالثه اعدادي، وانا بصوا حاطه ايدي على قلبي كده اكنها في الثانويه العامه وخايفه على كليه الطب. المهم يعني ربنا ينجحها هي واللي زيها، اللهم امين. انا بعلمكم بعلم البنات برضو ايه. ممكن تجيبي الطبق لو انت لسه جديده كده، هتجيبي الطبق ترصي فيه كام ورقه، تحطي هنا معلقه وهنا معلقه وهنا معلقه. تجيبي بقى ايه المعلقه اللي هي بتاعت الشاي دي، وتحطي معلقه 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 وتلفي، بس برضو جمدي تمام. وانت بقى جايه تشيليها عشان تحطيها في الحله، اي رزايه واقعه تشيليها اهو، نفضي الصابع، اوعي تسيبي الصابع عليه رز، احنا مش ناقصين يبقى معجن والرز واقع من الجناب. والاصح لو انت لسه جديده خليكي انت بس اللي تحشي الحله، يعني مش يبقى ايدين في الحله علشان المحشي مش يعجن يعني. المهم انا كان عندي مرقه حطيت عليها معلقتين صلصه ومكعب مرقه دجاج، ورحت ايه نازله بيها وادي كده، بس مش تنزلي بيها مره واحده بالراحه، وتروحي ايه مديه الحله هزه كده. حلو كده. طيب انا بسقيه بقى او بنزل الشوربه يعني لغايه اخر صف. اخر صف. طبعا الناس السوريين والناس اخواتنا الخليجيين بيبقوا مزودين المرقه جدا، لان هم بيحبوا يصفوا طبق مرقه عشان يعني ايه يبلوا صابع المحشي فيه كده. احنا بنعمل الحركه دي في الملوخيه حضراتكم تفصين قوي احنا يا الله. وخلصت كده وبيقعد 40 اكيد طبعا عرفتوا يلا بقى فيها ما ايه. نغرف. بيتهيألي من المشهد ده انتوا عرفتوا الكارثه اللي حصل. اللهم لك الحمد. بسم الله. وده بسبب محمد جوزي رايح جاي يلا قلبها قالوا له ازاي؟ ملكه المحشي، قالوا له شجعوني، ملكه انا عايزه المحشي. تشجيع. بس بيني وبينكم عايزة. انا مش هبط. قال يعني ايوه البيت لونه فيها صحه، انا وانا قدها. اصلا معدومه الصحه، يعني انا بقالي 5-6 سنين معدومه من الصحه والله يا جماعه. وهوب وقعت ولله الحمد. طبعا انتوا شفتوا المشهد. ودي الكارثه انا بقى كل في اللي كان محزني ايه، زي اي ام عايزه عيالها ياكلوا. ما انا بقالي يلا كام قدر ساعه الله. عماله اخلص في المحشي والعيال منتظرين. بسم الله. فاهمين؟ بس انا فرحت بقى من قلبي ان نص حله المحشي برضه ما هنفرحوا جدا. وقعت على ايه، على رجلي يلا يعني الحمد رجلي لله. نزلت. بس حلوة الحمد لله وبفضل هناكل. ربنا ده أنا كتير قوي ما رجعت شاء ببطني، الله. فما نزلتش على بطني. ما شاء فده الله. يلا. احمد ربنا عليه.